السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعود حميد إن شاء الله. تركتكم في الحلقة السابقة وقد أصاب القلب هم شديد وحزن مديد من أثر كلمات الأستاذ وهو يتحدث عن مجد الأمة الإسلامية كيف نما وقوى وظهر شامخا من دون منافس له في القديم أو الحديث. ثم كان ما كان حين قال الأستاذ ولكن صرنا وحسرتاه إلى أن نقول مع العرجي الشاعر كأن شيئا كان ثم انقضى. وهنا لولا ضيق وقت الحلقة لأعدنا كل الحلقة السابقة مرارا وتكرارا، ولكنها لازمة الوقت الذي يقطع ولا يقطع. سرد الأستاذ فكرة النشأة للعلوم العربية الإسلامية منذ الصحابة ومن بعدهم، وهنا لنا صولة وجولة نسير على نهج الأستاذ في التذوق فنخرج معان لم ينطق بها الأستاذ ونسرد قصة لم يرويها الأستاذ ولكنها من معين المنهج، وإن كنا بعد لم نكمل الفكرة ولم نكمل المنهج ولكنها لازمة الفكرة واللحظة. فكونوا مع هذا التدريب السريع على دراية وفهم وحذر، وكأن الأستاذ يقول وهنا يجب أن ننتبه لمبدأين أساسيين. المبدأ الأول وهو اللغة العربية، مرتكز أساسي للحضارة الإسلامية، وسنتحدث في هذا في الفقرة التالية. والمبدأ الثاني أن علم الأمة والتراث الفكري لا يبدأ من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل من بعده، فالقرآن والسنة هما مصادر العلم والنهضة والحضارة، مصادر مقدسة ووحي من عند الله عز وجل. فكل ما نتحدث فيه وعنه وكل محاولاتنا الفكرية والعلمية هي محاولات لفهم ودراسة مقاصد مصادر العلم والتشريع. فحقيقة التجربة الفكرية التي نحن بصددها هي رد العلوم ورد الفهوم للمصدر الأصلي الرصين وهو الكتاب والسنة. فلو ظن أحد المشاهدين أننا نبني منهجا فكريا جديدا ومستقلا عن ذلك فهذا عيب كبير فينا وخطأ جم منا. فقد جئنا وحزمنا أمتعتنا وأحضرنا بضاعتنا من أجل العودة للمصادر الأصلية والحقيقية وليس للحيد عنها. فالكلام عن فساد الحياة الأدبية أو العلمية هو كلام عن الحيد والانحراف عن المصادر الأصلية. وقد نكون نتحدث بكثرة عن المناهج الفكرية والحياة الفكرية ونحن تحقيقا نتحدث عن الانحراف والبعد عن الأصول، وما كان هذا الجهد إلا لهدف واحد وهو العودة والرجعة والأوب الحميد. فالحركة الفكرية تبدأ بتوقف الوحي إذ لا اجتهاد والوحي ينزل. الوحي الذي استمر 23 عاما ولن تنقضي علومه أو تفنى موارده حتى قيام الساعة. واقرأوا إن شئتم ولتعلمن نبأه بعد حين. فكل عصر وكل علم وكل حضارة هي في موضعها موعودة بنبأ مخفي عنها ستعلمه بعد حين. نكرر ذلك، فكل عصر وكل علم وكل حضارة هي في موضعها موعودة بنبأ مخفي عنها ستعلمه بعد حين. فهي من حينها هذا وفي وقتها هذا لم تبلغ العلم الكامل ولا الفهم الكامل، هي ما زالت تنمو وتتطور مستهدفة كمالا ما هي ببالغة إياه، لأن الفهم الكامل والعلم التام هو منتهى وغاية لا يدركها بشر، ومن ادعى إدراكها فقد كذب بالآية السابقة. ولتعلمن نبأه بعد حين. ومن
ومن كذب بآية من كتاب الله كفر بإجماع الأمة. فمن هنا نعود ونؤكد أننا بصدد محاولة فكرية للعودة للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وقبل المناهج الفكرية المعاصرة الفاسدة والتي أفسدها عن قصد أو غير قصد قرون من الاستيراد والدس في العلوم المستوردة التي بنى عليها علماء الإسلام المتأخرين علمهم وحضارتهم كانت تعج بالفساد، وقام عليها علماء في وقتهم كانت زلازل الحرب على العقيدة من طرف خفي تموج بالأمة أمواجا عاتية، وتبع ذلك عصور الانحدار فتراجع أهل العقيدة والفهم وتقدم أهل الرأي والأهواء والحرب على الإسلام، وهم من حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بألسنتنا ويتجلدون بجلدتنا ويتسمون بأسمائنا. لن نطيل في الحديث عنهم في هذا الموضع، ولكننا حتما سنفرد لهم وقتا وبحثا نحن جديرون به. وما زلنا في نفس الفكرة، وهي أن العلم والنهضة والحضارة بدأت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت بعد انتهاء الوحي، وبدأت بعد قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمال الدين وتمام النعمة كان المنطلق الحقيق والرصين والأساس للذهاب لما هو بشري، فالدين عند الله وهو إلهي، فالعمل البشري منفصل كل الانفصال عن المصدر الإلهي المصون. فالنهضة والعلم والحضارة تبدأ من بعد كمال الدين وتمام النعمة، ولأن الأهواء والحرب على الثوابت هي من خصال أبناء آدم عليه السلام، ذهب أهل العلم لتحقيق وتأصيل المصدر وهو الكتاب والسنة، الكتاب بعلوم القرآن المختلفة والسنة بعلوم السنة المختلفة. وقد أورد أستاذنا طبقات وأسماء من برزوا في علومهم وأزمنتهم ومواضعهم، ولم يذكر الأستاذ ذلك إمعانا منه في التباهي بمن أخذ عنهم العلم ومن درس كلامهم واستنبط من كلامهم مقاصدهم في البوح الصريح أو البوح الدفين من حديث أنفسهم بين طيات كلامهم. فمن ظن ذلك فقد أبعد كل البعد عن فهم مقاصد حلقاتنا التي بلغت 12، ونحن ندور في فلك هذه الفكرة. فالأستاذ أيضا وهو يقدم لنا سرده وكلماته ومعاني الفكرة هو يخبئ فكرة بين طيات كلامه، فقدر ما في كلامه من منهج الإبانة عن الحركة الفكرية التي يستخرجها من كلام العلماء والفقهاء والمتحدثين، كأنه يريد أن يقول أنهم جميعا يبحثون عن إبانة مراد الله من كلام الله، كأنه يريد أن يقول أنهم جميعا يبحثون عن إبانة مراد الله من كلام الله. وهنا أرانا نرتقي في كلامنا جدا، ونحن ندحرج الفكرة غير متعنتين معانيها ومراميها، فمراد الله ولا شك هو شيء بين كل الإبانة في كتابه وسنة نبيه، ولكنه في كثير من معانيه ومراميه مبهم كل الإبهام. واقرأوا إن شئتم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولن نتطرق إلى تفسير الآية، ففيها من المعاني ما يدعم دراستنا بشكل مباشر وغير مباشر، ولكننا لا نريد أن نبعد عن كلام الأستاذ ولا نريد أن نخرج عن الأطر التي حدها وهو يسوقنا إلى فكرته المبهرة. فقط نقول أن لكل معنى متخصص يفتح الله عليه باستنباط ركائزه المركوزة فيه من الجوهر الذي لا يعلمه كثير
من الناس. وهنا نجد هذا المستنبط والآخر ذو حديث جهير الصوت صخاب، وقد نجده يهمس بفكرته فرقا وجزعا، أن يتحدث بأمر الله وهو في دائرة الظنون والمشاعر، فهو يريد أن يبوح بما فتح الله عليه من أسرار بثها الله في كتابه، ويخشى أن يكون وسواس من عمل الشيطان يستدرجه لفخ من فخاخه، وهو أيضا يقع تحت طائلة الحديث الذي قدم به أستاذنا كلامه. لو تذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لو تذكرون. ومن هنا تتشعب بنا الفكرة التي أسس لها الأستاذ، وكأن الأستاذ كان يبحث في طيات كلام العلماء عن المنهج الذي حاد عنه صف الزمان الذي عاشه الأستاذ وذاق مر أيامه وما به من الخرافة. أعتذر لكم وللأستاذ أن أستخدم كلمة الخرافة فقط لأن أستاذنا لم يستخدمها، ولكنها كلمة صادقة تنبئ عن مخبوء نفسي. فالفساد الذي انبرى له أستاذنا هو الخرافة التي نعيش معانيها نحن الآن. فقد أخبرتكم أن الفساد الذي عاشه الأستاذ مقارنة بصفاء فطرته وصفاء فطرة الناس في زمانه رغم تلوث الحياة كلها أدبية وعلمية واقتصادية وسياسية، كان الفساد فيها بمثابة بداية الخرافة التي نعيشها اليوم. كان الفساد فيها بمثابة الضلال في قول الله عز وجل في موعود إبليس وخطته المستقبلية: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أما نحن فقد بلغنا مرحلة الخرافة والتي وصلت إلى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. انتهى وقت الحلقة، وعلى أي حال نعود ونقرر أن الطريق إلى ثقافة ليس قراءة في كتاب وليس اقتباسا من كتاب، بل هو ملحمة فكرية وصراع أبدي وحرب لا ولن تضع أوزارها. وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.